الهيئة. السيد لواء سمير عجلان محافظ السويس، حضرتك بالنسبة للطريق السخنة التطوير بتاع حضرتك ازاي؟ الطريق السخنة فيه مشاكل، وأصبح دلوقتي بيضيق على الحركة المرورية عليه، وبناء على يعني الدراسات والمقترحات اللي جايه في المستقبل هيبقى فيه تطوير المنطقة كلها، وفي زيادة استثمارات وزيادة منشآت صناعية، هيضيق طبعا أكتر. فبالتالي احنا بالنسبة لنا دلوقتي بإمكانياتنا المتاحة بنحاول إن احنا يعني نعمل ما يمكن عمله بحيث إن احنا نسهل حركة المرور عليه، ونسهل وندعم موضوع الأمان للمركبات اللي ماشية عليه. فاحنا عملنا لجنة مشترك فيها هيئة الطرق والكباري، مدير الطرق بتاع المحافظة، السيد مدير المرور، بحيث ان احنا هنعمل دراسة وافية ايه احتياجات الطريق ده، والجزء اللي على المحافظة ان شاء الله نحط في خطة قادمة. الجزء اللي تابع الهيئة نحاول نرفعه للسيد وزير النقل. السيد الوزير، حضرتك النهارده احنا وجدناك في احد الاكمنه داخل شارع الكورنيش بمتابعه سير المرور. عاوزين بقى نتمنى كسويسه نلاقي اللجان المروريه ديت داخل كل شارع من شوارع السويس. وقبل ما اختم اللقاء مع حضرتك اتمنى ناخد اي حاجه تصريح من حضرتك تكون حاجه كويسه للسويس. وانا الحقيقه كنت جاي من الحفله بتاع تكريم الجيش الثالث، ومعدي بالصدفه يعني بقدر ربنا مننا كده، فلقيت السيد مدير المرور والساده ضباط المرور والافراد واقفين في جميل، فانا وقفت معاهم يعني بقدر ربنا كده مش مخبط المرور. احنا بنأكد ان طبعا المرور ما توقفش، المرور شغال على طول، بيعمل كمائن دوريه ان شاء الله بنشوف في اماكن في جوه البلد في الشوارع المزدحمه. اما بالنسبه للسويسه فاحنا ان شاء الله الخطه الجايه ان شاء الله هيبقى في مزيد من رصف طرق، مزيد من الاناره، مزيد من المشروعات على بالنسبه للبنيه التحتيه، مزيد من المشروعات الاستثماريه ان شاء الله. واحنا يعني بدات غيث ان شاء الله قطرات كده بالنسبه للتوظيف، في فرص ان شاء الله لدينا، بنتمنى ان شاء الله ان تجي فرص عمل تجي اكثر ان شاء الله. احنا الفرص العمل اللي بتجينا في لجنه مشكلنا في المحافظه والقوى العامله، بنعلن للناس وبنقول للناس يروحوا لأنهي شركه يختبروا، وبنتابع موضوع التوظيف عشان يبقى الموضوع بشفافيه ان شاء الله. خير جاي للبلد ان شاء الله. احنا عايزين كلنا نشتغل ونصبر، يعني العمل زائد الصبر. انا بشكر حضرتك ونتمنى مزيد من العطاء للسويس وشعب السويس. شكرا لك.